عشان يكون عارف هو أول حاجة في نفسه والآخرين المجتمع اللي هو طلع على الله يكون عارف. أنا لما طلعت من السجن أنا وناس حميتي عبد الرحيم حلفنا كتاب بتاع أمان ما تأذون وما نأذون، وحتى اليوم أنا أصبعي تاني بأذى ما مديته لناس. الله أكبر الله أكبر. ماشيين عندنا حقوق مفروض يرجعوها لنا ما رجعوها لحد بعد سنتين، جو رجعوها لنا في دارفور وفي منطقة بصالة فريق المقدم عيسى أحمد بن قزيع. برضو قعدنا وناقشنا المسائل دي، قلنا له يا اخواننا المسارات السياسية دي حرية، احنا برنامجكم ومشروعكم حق الحرب ده كده انا شخصيا ما مقتنع به، وعندي ناس معاي في مجلس الصحة ما مقتنعين بمشروع الحرب ده. الله أكبر. والحرب ده افتعلتوها انتوا كحكومة في بعض، رئيس ونائب رئيس وولدتوا الحرب في السودان الآزة الحرب، معناه انتوا تورتوا الحرب ده يخلص لكم في روسيا. نحن ما طرف فوقه وما بندخل كراعنا فوقه تاني. الله أكبر الله أكبر. ما بنشيل يدنا ورجلنا وبندخلها في شيء نحن لا أهل فكرة معه ولا أهل شورى معه ولا أهل طبخة في المطابخ السياسية معه، ولا نعلم عن الحرب اللي قومتوها دي أدنى شيء. عشان كده نحن الحرب دي فيها ما بندخل ولم ندخل معاكم انتم كمجلس صحوة، ولم ندخل مع ناس الجيش كمجلس صحوة. أما المواقف السياسية والقناعات الفكرية دي فيها حرية. أنا مثلا داير أتبع حزب الأمة، أنت داير تتبع الحزب الاتحادي، ذاك داير يتبع الجبهة الإسلامية، يعني حتى لو من بيت واحد. المانع شنو؟ أنه أنا أكون عندي حرية الفكر، ما في مانع. إحنا سياسيا ما واقفين معكم في المشروع كله. أدوا قسم أمان حبيب ولدينا وموسى عمر هلال وبونشوك مرحوم علي يعقوب وبونشوك واللي علي يعقوب المرحوم، أدوا قسم أمان وحتى الكتاب ده ما تأذوكم ما نأذوكم ما تأذون. خلاص نحن لحد هنا واقفين في الخط ده، والخرمشات من طرفهن ديل كثيرة حولنا لكن ما هزت لنا شعر. الله أكبر الله أكبر. الآن بعد مقتل حامد علي المستشار للدعم السريع، بعد مقتله وبمسيرة من السماء جات ضربته، الرحيم وجهها لنا قال لهم تمشوا تعملوا التهمة دي في شيخ موسى وأولاده، وفعلا أهلنا اتهمونا وجرى تحقيق، والتحقيق ما أثبت أنه نحن عندنا مسيرة ولا عندنا وجهنا مسيرة تضرب الفردوس ولا كده. لما جونا قال التحقيق ما أثبت وكذا، قلنا لهم لا ما كفاية، إحنا ما بنطمئن لأنه التهمة شعت في العالم كله من ناحية إعلامية. إحنا لو ما برينا نفسنا بالقسم يعني عشان الناس يطمئنوا العالم يطمئن لنا وأهلنا ذاتهم يطمئنوا وكذا لازم نحلف. أدينا القسم، والذي لسه بقول لكم طلع بقول للشيخ حلاف كتب ده أنا حلفت كتاب أمام مع ناس حميتي في الخرطوم، وهني ولادي حلفوا كتاب أمام مع ناس بونشوك في بصالة، وقال أنا حلفت مع ناس برهان الجيش عشان أنقاد لهم أبقى تحتهم. ده كلامه هو اللي يعلم وغيره يعلم، وحتى السيد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش برهان يعلم أنه أنا يدي في كتاب مع برهان ما خطيته. الله أكبر الله أكبر. عشان أقف معاه في الجيش وكذا بكتاب يدي ما خطيته حتى اليوم. الله أكبر ولا بكرة. الله أكبر. برهان يعلم الكلام ده، خليهم هم دين. الله أكبر. والله أنا شغال مع برهان في قضية وطن بس وثقة. الله أكبر. بحمل قضية وطن، بحمل قضية وطن وشغال معه بالثقة ما بالكتاب أبدا. الله أكبر. برهان يعرف الكلام ده كويس. الله أكبر. ما بكتاب بالثقة، بس أنا شغال مع برهان كقائد عام للجيش وواقف معاهم، واقف معاهم مش من أجل الجيش بس، من أجل الجيش والمؤسسة العسكرية ومن أجل قضية الوطن اللي تخرب. الله أكبر الله أكبر. ودي قناعتي، دي قناعتي. الناس اللي واقفين ديل كلهم
ادنى واحد فيهم وعلى واحد فيهم ما بجبره بقول لي يا زول تعال ادخل معي في فكري ده اجباري. الله أكبر. الله أكبر. الداير يدخل معي مرحب به مقتنع بفكري، الما داير يدخل معي مقتنع بفكرة الدعم السريع يمشي لفكرة الدعم السريع. ولكن يا اخواننا من العيب انك انت كقائد لمؤسسة زي الدعم السريع تقول للناس يا تتبعوني يا اقتلكم، يا تتبعوني يا اقتلكم. يا اخواننا ده شرع وين؟ ده شريعة غابة ولا شريعة ولا شريعة بشر؟ فاشية. ها؟ يا تتبعني يا تمشي السجن. يا تتبعني يا اقتلك، مش السجن، يا اقتلك. السجن ده دي ما هبالة، دي هبالة، دي هبالة شخصية. انا بفتكر انه ده يعني جهل سياسي، جهل سياسي. والناس دي بنفذوا في مشروع بتاع فاشية، الفاشية اليهودية اللي كان زمان نسمع القذافي يتكلم عنها، هي ظهرت لنا هنا. دي الفاشية اليهودية. الله أكبر. الفاشية اليهودية اقتل واقلع واغتصب وشيل، ويا ما تبعتني ما تبعتني اقتلك واخوفك. دي الفاشية اليهودية، والفاشية اليهودية احنا ما بنتبعوها. والله ما بنتبعوها. الله أكبر. الله أكبر. وادنى حاجة في الانسان الروح الصغيرة دي، الروح دي اقرب قال اقرب من حبل الوريد عند الله. أيوة الله. احنا القاعدين ديل زول بيضمن نفسه اليوم غيب ولا بيصبح ما في. عشان كده المساومة بالروح دي يقولوها لزول هبل ولزول جبان ولزول ما عنده قيمة. الله أكبر. لكن زول يعني رجل ولد رجل وعنده قيمة ما بهددوا بالموت. الموت كاس دائم يا اخواننا. الموت شان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن معاياته صلى الله عليه وسلم. عشان كده أبشر الشيخ أبشر. انا ما عندي كلام كثير بقول لكم. بشكر خشم البيت اول البطن من بطون المحاميد هن النجعة على موقفهم، وما الديل بس اللي الليله جونا قبالهم في اكثر من 10 عربيه موجودين معانا، واهلنا الاخرين كان الاشقيرات اولاد مرمي كل القبائل الجنوب. موجودين من الجنوب. اهلنا كان مسكت خشمة بيت ابو جلول الضيق، اولاد ليلي من امسيالي والقبه، واهلنا من كل المواقع، من جنوب دارفور، من نيالا، من ام دخن، اهلنا اولاد زيد، كل الاهل المسلوا معانا. ولو جانا مندوب واحد قال لنا انا انا جيت بشوف حالكم وبتفقدكم، نحن بنقول لك كتر خير. الله أكبر. الله أكبر. ولكن فليعلم العدو والصليح انه نحن ما بنعتدي على زول، لانه الاعتداء ماشي مثل المسلم. في يعني عهد الاسلام الاول في الغزوات، الغزوات في زمن سيدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول بيقول للمسلمين انتوا قيفوا الصف والكفر صف، الناس قيفوا صف، لو هم ما بدوا انتوا ما تبدوا. الله أكبر. خلوا هم فوارسهم ومرقوا، ابدوا يلا انتوا مرقوا فوارسكم. ده كله تجنبا للاعتداء. الله أكبر. الله أكبر. تجنبا للاعتداء، ونحن متجنبين الاعتداء. الله أكبر. واهلنا ديل بنقول لهم كتر خيركم على جقجقتكم تسووا فوق دي، كتر خيركم عليها، وده فهمكم ونحن عارفينكم. الله اكبر. ودي شيمتكم، نحن ما بنمد ايدنا عليكم، ولكن موجودين في مواقعنا، وموجودين بطن اهلنا ومحاميد، وموجودين في ديارنا ومع يعني اطفالنا ومع مالنا ومع عروضنا وكراماتنا. اذا كان في زوج اعتدى علينا وقت ذاك الحداث مو سواي الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وقت ذاك بيلقونا، الله أكبر. بيلقونا وكم فرسان بيلقونا. الله أكبر. وبنقول لهم ما اللعب بالنار ما بينفع، ما تلعبوا بالنار. اللعب بالنار زمنها فات، والحقرة زمنها فات، واستصغار الناس تشوفوهم صغار زمنها فات. الله أكبر. زول صغير لزول عشان يجي يبلع ما في. الله أكبر. الله أكبر. احنا بنقول لهم كتر خيركم. وعبد الرحيم دقلو هو ذاته لو راجل عنده قيمة وراجل عنده ثمرة وراجل عنده يعني فعلا رجل قيادي ولا قائد ثورة ولا قائد ميدان صحيح، هو ذاته هسه متخبي
تشويش ومتخبي في كراكير ومتخبي في عمارات. الله أكبر. كلام فارغ ساكت، كلام فارغ ساكت. صدقت والله. أنا بفتكر أنه يعني إذا كان هو راجل صح ودايرنا نحن وبحاربنا نحن، ما يحاربنا من وراء الغطاء ومن وراء الكواليس، لا، ويوظف أهلنا يلقى العيال يغشهم بمال ويمتلكهم بالقروش وبالعربات وبالسلاح، ويقول لهم هاكوا سلاح واجروا غيروا في هلكم. الفي كردفان يفك من هناك قيادة كاملة يفك يقول لا أجروا أمشوا غيروا في مستريح وغيروا في شيخ موسى. الهني يديهم مال عيانا بيانا، كل الأمة بتشيف وبتسمع، يقول لهم امشوا غيروا في مستريح. يا أخي هم ديل أهل مستريحة ذاته، أنت اختش ذاتك. الله أكبر. أنت يا عبد الرحيم حقه تختش. الله اكبر. لأنه هم اللي أنت بتحرصهم ديل أهل ناس مستريحة، هم ومستريحة وتجدي أسرة واحدة يا أخوان. أو كان قالوا لكم جلال ومبلول ده أسرة واحدة، ما في حاجة تقول لا جلال ولا مبلول. الله أكبر. كان مبلول مارق من جلال، وكان جلال مارق من مبلول، وكل حي بطني وحي ظهري. الله أكبر. الرسول ده استغل في أولادنا عدم الفهم وبحرتهم وكده، وهسه الجعجعة تسمعوها دي، لكن هم برضو أنا بفتكر أمهاتهم يلدنهم أنجاض. الله أكبر. ما ظني المسائل دي تمر عليهم مرور الكرام، ده واحد. الله أكبر. اثنين، عبد الرحيم بدأ يدي أولادنا نحن المال والقوة والسلاح، وهم بنفسهم يجوا يطيروا فوقنا وينفذوا لمشروع ده اللي يدي لأهل أولاد منصور. عبد الرحيم اللي يدي قروشه وسلاحه وعرباته وذخيرته وحاجاته دي اللي يديها لأهل أولاد منصور. وانتم ده جمنا هنا واحدين في الملمات، والقائد الحركة وبحرش عيالنا ده ذاته، قول له سليمان أبو سيطان من الملمات اللي يدي لأهل أولاد منصور ويقول لهم شو غيروا في مستريحة. هو ذات اللي جعل راسهم قائد الحرب ديك الراجل. عبد الرحيم اللي يدي ماله ده لأهله وهو يقود الحرب، ما دام هو اصلا مستريح يدي عدو ويجي يغير فوقه بنفسه، يعني لو ما بيقدر. أنا يعني أشكركم كثير الشكر على جيتكم دي، وكتر خيركم وبارك الله فيكم، ودي المحرية فيكم. شكرا. ونحن يعني الجانب الاجتماعي ده اللي قلت لكم، نحن أهل ما بنسبونا نسبة. من هنا لقدام طرحنا مشروع وحدة المحاميد، وعندنا مؤتمر 20 في الفطر. وحدة المحاميد والمنارة دي والمسار هسه ده عملنا بمؤتمر في آمو. الله أكبر. عملنا بمؤتمر في التمر، عملنا بمؤتمر في يعني مستريحة. ده كله قصاد أننا نحن الوحيد نتوحدوا لشنو؟ لأنه إحنا كثيرين أخواننا مفككين. الله أكبر. والزمن اختلف، ما زي قبيل أنا بمرحالي وأنا شطي وأنا نجعي وأنا جنوبي وأنا جلولي الزمن اختلف. الدول السعب اتحدا عشان يناصرن بعض، يقول لك اتحاد أوروبي، اتحاد الخليج، اتحاد ياتو، عشان يقووا روحهم. نحن عشان كده لما نقولوا وحدة المحاميد ده ما منعني وحدة المحاميد عشان نمشي نضر بها ماهرية أبدا، ولا منعني وحدة المحاميد نمشي نضر بها سلامات أبدا، ولا بشيرية ولا بني هلبة ولا بني العرموم. احنا الزمن اختلف، وحدة المحاميد نقوي نفسنا بها سياسية. لأنه أنا زمان راعي ضعينتي وضعينتك وشنقيلي وشنقيلك، اختلف الفكرة، اختلف. الراعي دخل السياسة، دخل العسكرية، المزارع دخل السياسة، دخل العسكرية، في الجبال، جبال النوبة دخل السياسة، دخل العسكرية. يعني لازم نحن نوحد نفسنا عشان نلقى نفسنا في السياسة. الله أكبر. ونلقى نفسنا في العسكرية. الله أكبر. ونوحد نفسنا عشان نبني مؤسستنا السياسية اللي هي مجلس الصحوة ده. إذا البلد بقت فيها ديمقراطية يكون عندنا حزب،
يكون عندنا حزب اسمه مجلس الصحوة لنا وللغيرنا. الله أكبر. نلقوا نصيبنا فوق بالصوت والانتخابات والاقتراح والصناديق. الله أكبر. البلد ما بقت ديمقراطية وإن شاء الله ما تبقى ديمقراطية. يمسكوا الجيش فوق، الله أكبر. يحافظوا على قرار الدولة ويحافظوا على أمن وحدة السودان وحدوده، والسلطة تحت بتنزل للمدنيين. الجيش ده بيمسك القرار فوق والسلطة للمدنيين تحت. كمان برضو باسم مجلس الصحوة ده مع المدنيين السودانيين الآخرين نلقوا لنا يعني مشاركة، نشاركوا الدولة ما حقتنا، نشاركوا ما نجحدوا لكن نشاركوا بمؤسستنا دي. نلقى الوزير، نلقى نائب الرئيس، نلقى في المجلس التشريعي، نلقى الوالي، نلقى المحافظ عن طريق مؤسستنا دي. ده نصيبنا، ده نصيبنا وبنستحقوه وبنشيلوه زي ما الآخرين بدوهم نصيبهم وبشاركوا في الدولة، يشاركوا في الدولة. ده هدفنا. الله أكبر. ده هدفنا من الوحدة. الله أكبر. والوحدة قوة. كذلك الجانب الأمني، إحنا المتوحدين ما بنعتدي على الزول، لكن إحنا المحاميد ده توحدنا. خليك من القبائل ولا خشم البيوت ولا المجتمعات في السودان، دولة ذاتها دولة كده بتنظر لنا، كده بتجي بتنظر لنا، تدخل معانا في عدة؟ لا ما بتجي. إذا توحدنا بنكون أقوياء، وأقوياء زول الزمن ده زمن سلاح وزمن قوة. من جو حمروا لك كده شافوك قوي بكسوا منك ورا، دوروا يجيبوك وتبقى تشارك معاهم وكده، لكن ما بيعتدوا عليك. عشان كده نحن الوحدة دي هدفها الأمني القوة، نحمي نفسنا، وهدف السياسي المشاركة في الدولة. الله أكبر. أنا أكرر شكري لك وأقول قولي هذا واستغفر الله لي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.